هو انت كل شهر هتستني، كل شهر تتضايقي؟ وطبعا كل اللي حواليك هتلاقي اللي بتقولك استني، ما لسه بدري، اصبري شويه. بس في الحقيقه انت جواكي سؤال واحد وما بيسيبكيش ابدا: يا ترى هو كده طبيعي ولا انا متاخره فعلا؟ طب امتى اقول لنفسي لا انا خلاص لازم اكشف؟ يا ترى المفروض اكشف بعد 3 شهور ولا بعد 6 شهور ولا بعد سنه؟ طب انا لو كشفت بدري ده ممكن يكون غلط، ولو استنيت زياده ممكن اكون ضيعت وقت مهم. الفيديو ده هيجاوبك على كل سؤال اي ست بتساله في سرها، اللي هو امتى تاخر الحمل بيبقى طبيعي، وامتى لازم اتحرك فورا قبل ما الوقت يعدي. الاول خلينا اشرح لكم ان احنا عندنا 3 شروط مهمين جدا، لو اتوفروا نقدر نقول كده ان احنا متاخرين او مش متاخرين. الثلاث شروط دول بيتلخصوا في الام والزوج والعلاقه. مهم جدا ان الام تكون دورتها منتظمه، يكون تبويضها كويس، ما يكونش عندها سمنه مفرطه مسببه تكيسات على المبايض، ما يكونش عندها اي زياده في اي هرمون زي هرمون اللبن مثلا اللي بيسبب تاخر حمل. العنصر الثاني اللي هو الزوج، لازم الزوج يكون عامل تحليل السائل المنوي اللي فيها بيطمن على عدد الحيوانات المنويه عنده وعلى سلامتها من اي تشوهات. اما العنصر الثالث اللي هو العلاقه، ان لازم العلاقه تكون بتتم بشكل منتظم. يعني ما اقدرش مثلا ان يكون الزوج بيسافر فترات طويله وانا بدور على حمل، لا يا جماعه، لازم تكون العلاقه بتمشي بشكل منتظم. الثلاث شروط دي لو اتوفرت هنعمل ايه وقتها بقى هنبدا ندور على الاسباب المحتمله في تاخير الحمل. اول حاجه محتاجه اكد عليها هي العامل النفسي للزوجين. خلينا مقتنعين جدا وعندنا يقين كبير جدا ان ربنا هيبعت لنا رزق الحمل في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبه، فخلينا ما نشغلش بالنا خالص بالحاجه دي، وخلينا نكون اهدى بكتير عن كده. وبلاش تخلوا اللي حواليكوا يضغطوكوا بكلمه ايه هو مفيش حاجه جايه في السكه ولا ايه. الهدوء النفسي في مرحله التخطيط للحمل مهم جدا جدا جدا. احنا قلنا ان اول فحص هنحتاج ان احنا نعمله هيكون من الزوج وهو تحليل السائل المنوي، وتاني فحص هنحتاج ان احنا نعمله هتكون شويه تحاليل الزوجه هي اللي هتعملها. التحاليل دي بتتعمل تاني او تالت او رابع يوم الدورة، والتحاليل دي بتكون عبارة عن تحليل ال FSH وال LH وال E2 ومخزون المبيض، ودي اللي من خلالها بنقدر نحدد اذا كان في خلل في الغده النخاميه ولا لا، اللي هي بتاثر تاثير كبير جدا على المبايض. ومع اول زياره للدكتور، الدكتور هيحتاج بالسونار ان هو يطمن على شويه حاجات كده، اهم حاجه فيها ان هو يطمن على ان التبويض ماشي بشكل كويس، يعني زي مثلا ان البويضه بتخرج بشكل سليم وبيكون حجمها كويس ومناسب للتخصيب، ولازم يطمن على المبيض على ادائه وعلى مخزون المبيض يكون كويس ولا لا، وبيكشف على عنق الرحم وبيكشف على الرحم، بيشوف حجمه، ممكن يكون اصلا حجمه مش مناسب للحمل. لازم برضو في السونار يطمن على تجويف الرحم، وكمان بيقدر يطمن على بطانه الرحم، وبيطمن اهم حاجه ان انت مش من الحالات اللي عندهم بطانه الرحم المهاجره. عندنا بعض حالات بتحتاج ان احنا نعمل لها اشعه بالصبغه. الاشعه بالصبغه دي بنشوف فيها قناه فالوب، بنشوف اذا كان فيها انسداد، وبنشوف اذا كانت بتقضي وظائفها بشكل سليم ولا لا. بعد كل الخطوات دي الدكتور هيبدا يعمل معاكي متابعه التبويض، ودي احنا متكلمين عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده هتلاقوه موجود على القناه. اهم حاجه ان الدكتور يطمن ويطمنك ان كل الفحوصات اللي عملناها لحد دلوقتي ماشيه تمام وسليمه جدا، ده لان لو في خلل في الغده النخاميه او في مخزون المبيض ده هيسبب تاخر في الحمل، لكن مش عقم. يعني الحاجات دي بتتعالج، الحاجات دي بتتعالج وعلاجها سهل كمان، وفي وقت مش كبير، وقت بياخد من 3 شهور ل6 شهور بس. يعني انت لو لقيتي الدكتور بيبلغك ان في اي مشكله في الفحوصات اللي انت عملتيها، مش عايزاكي تقلقي خالص ومش عايزاكي تتوتري، عايزاكي تطمني ان الموضوع سهل وان ليه علاج، وعلاج كمان في وقت قصير. والاهم من ده كله واللي معظم الحالات بتقع فيه للاسف، ان هم بيتابعوا مع كذا دكتور. ما ينفعش ان انت تابعتي مع دكتور تروحي بعدها عشان تتاكدي من كلامه وتروحي لدكتور تاني فيحتاج ان هو يعيد الفحوصات تاني فنأخر في فتره العلاج، فدي حاجه انت مش هتكوني حباها، ودي حاجه هتوترك وحاجه هتضايقك. فحاولي في اختيارك للدكتور يكون اختيار عن قناعه تامه، بحيث ان انت ما تحتاجيش تغيريه في وسط فتره العلاج. وخليني اقول لك، مش معنى ان الدكتور كتب لك على علاج فخلاص انا همشي عليه ومش هروح للدكتور تاني، ووقت ما يحصل حمل يبقى يحصل حمل. لا، متابعتك مع الدكتور شيء مهم جدا جدا، لان هو اللي هيقدر يحدد لك في الفتره دي نوع المنشط اللي انت محتاجاه، هتحتاجيه تاخديه امتى، الجرعه المناسبه معاكي في الوقت ده. فمتابعتك مع الدكتور مهمه جدا، ده لان مش كل الحالات بتمشي على نفس خطه العلاج، ومش كل الحالات شبه بعضها. خليني اقول لك ان مفيش اي داعي للاستعجال. كشف بيكون بعد سنه لو الحاله عمرها اقل من 30 سنه، وبعد 6 شهور لو الحاله عمرها اكبر من 30 سنه. اهم حاجه اختيار الدكتور صح والخطوات تكون ماشيه صح. يا رب اكون قدرت افيدكم واكون وصلت لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. ولو استفدتوا بالفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو حابه ان غيرك يستفاد بالفيديو يا ريت تشاركي الفيديو معايا. ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليك.